مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من القاهرة اليوم. النهارده كنت بتأمل كده وسائل الإعلام المصرية، وكنت عايز أعرف هم بيعملوا كده ليه عشان أعمل زيهم. ما هو برضو الواحد يا جماعة لازم يشوف التيار ماشي ازاي ويمشي معاه. مش أكيد الناس دي كلها عندها معلومة مش موجودة عندنا، فعشان بس ما يبقاش فيه حاجة ماشية واحنا مش عارفين ماشية ازاي فنمشي معاها. جرايد ومجلات، صفحات من الحجم الكبير لزيارة السيد جمال مبارك لقرية دماس. شيء جميل جدا، السيد جمال مبارك اختار انه يبقى عنده سياسة يزور القرى الاكثر فقرا في مصر. شيء جميل جدا، ولكن في حاجة هم عارفينها انا مش عارفها، يقولوا لي. في حد قال لهم معلومة انا ما اعرفهاش. جريدة من الجرايد اليومية، صفحتين قدام بعض، صفحتين. طب امال لو كان زار واشنطن كنا هنحط كام صفحة؟ النهارده مجلة اسبوعية قعدوا شتموا فينا في اول 4 صفحات، والفضائيات وحاجة غريبة، كل ما نفتح فضائية نلقى فيها نفس اللي موجود في الفضائية التانية. النهارده بفتح كل الجرايد، كل جورنال افتحه القى فيه نفس الكلام اللي موجود في الجورنال التاني. رئيس التحرير المجلة كاتب 12 صفحة عن زيارة جمال مبارك لدماس. 12. انا ما اتضايقتش ان هم 12، انا سألت هو كتبهم ازاي؟ كيف ملأ 12 صفحة عن زيارة جمال مبارك لدماس؟ بعدين فجأة الراجل كان بيزور القرية، بعدين قرروا ان هو بيزورها انها بقت مدينة. طب ما يزور كل قرى مصر. يا ريت السيد جمال مبارك بكره يزور القرية اللي وراها واللي وراها، كلهم يتحولوا لمدن. في حاجة انا مش فاهمها. في شيء يقولوا لي يا جماعة خدوني معاكم، ده انا غلبان، ما تسيبونيش كده. لا يكون في حاجة انتوا عارفينها وانا مش عارف. السيد جمال مبارك يشغل منصب حزبي، ولذلك الجورنان اللي يعمل له كل الدوشة ديت هو جورنان الحزب. الرئيس مبارك يشغل منصب تنفيذي، على راسي من فوق ان تصدر جرائد مصر بكرة كلها صفحة اولى فيها السيد الرئيس محمد حسني مبارك وهو شخصية تنفيذية على عيني وراسي. انما هذا الرجل ينتمي الحزب، وهذه الجرائد القومية لا تنتمي الحزب. هذه جرائد ووسائل اعلام تنتمي للمصريين. جمال مبارك مسؤول في الحزب الوطني وليس مسؤول في الدولة المصرية، لم يعين. هل تم تعيينه؟ جمال مبارك ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية. جمال مبارك ليس قيادة تنفيذية. جمال مبارك ليس وزير. طب اللي بيتعمل ده ليه؟ انا كان نفسي بس اي رئيس تحرير من دول اكلمه، وبعدين انباروا قالوا لك ايه؟ قال لك ايه ده؟ 20 برنامج كل ما نفر اليوم بيتكلموا في نفس الموضوع. طب احنا بنتكلم في نفس الموضوع عشان ده خبر حصل. في اخبار، يوم مثلا نائب الرصاص كنا عايزين نتكلم عن ايه؟ عن دماس برضو. انما كل الجرايد نازله النهارده كلها جرايد ومجلات وكل حاجه، ما نستثنيش غير حاجات بسيطه عن زياره السيد جمال. هو في حاجه انتوا انتوا تعرفوها وانا ما حدش قال لي؟ انا عايز اسال سؤال، ثمن النفاق ده ايه؟ عندما يكون هذا النفاق موجود، انا اظن ان لا حسني مبارك يوافق على الكلام ده، ولا جمال مبارك يوافق على الكلام ده، ولا اي حد في الحزب الوطني يوافق على الكلام ده. وعلى فكره انا عايز اقول للناس اللي بتعمل الكلام ده انه لما جمال مبارك او حسني مبارك بيمسك الجورنال كده وشو ما بيبقاش مبسوط، بيبقى عارف. انتوا عايزين تقولوا لي ان حسني مبارك بعد 30 سنه ما بيبقاش عارف الكلام اللي بيتكتب من القلب وللمصلحه او نفاق واي كلام؟ بيبقى عارف طبعا، بيبقى عارف ده مين وبيقول ايه وبيقولوا ليه. وجمال مبارك نفس الحكايه، راجل دارس بره وخريج جامعه امريكيه، اما بيقرا الكلام بيفهم منطقيته. اما حد النهارده يكتب له ان انت لما رحت قريه دماس كلها اتغيرت من اولها لاخرها، والاميه بقت 3% بس، وكل حاجه طب ما يعدي، ما يا ريت جمال مبارك يعدي على بقيه القرى كلها، بما انه في القريه دي مصر بكره تبقى ماليزيا. وانا مع جمال مبارك، بس قولوا لي يا جماعه، حد بس يوشوشني في ودني، ما حدش عايز يقول لي.
قولوا لي ايه الحكايه عشان اخش في الطابور. اعمل برضو يعني جايز مثلا وهو بيزور احدى القرى اطلع معاه بكاميرا، وبرضو نعمل حلقه وبتاع. ما احنا كمان لازم نوري الصوره المشرقه للوطن. اذا كان في صوره مشرقه للوطن كده اشركونا معاكم. انما حاجه غريبه جدا، قررت الوسائل القوميه ان تختص نفسها بجمال مبارك. يعني اللي عايز يشكر جمال مبارك ويشيد بيه قومي بس. طب يا جماعه انا عايز اشيد انا كمان، خدوني معاه. اكيد انتوا كلكم شايفين حاجه انا مش شايفها، اكيد كلكم عارفين حاجه انا مش عارفها. عيب ده انا اعلامي زيكم، خدوني معاكم هنفعكم. برضه لهجتي هتتغير، برضه هفهم حاجه واقول له يا عمرو لا انت مش فاهم التته فيها حاجه تانية. بعدين تيجي النهارده تبص للبلد قناعاتي فيها في دماغي حاجه تانية خالص، ان الدنيا ماشيه كذا، ماشيه يمين مش ماشيه شمال. طب هي ماشيه شمال، طب ما تقولوا لي هل هذا الحجم من النفاق 12 صفحه في مجله 12 ليه؟ يا جماعه الناس بتجيلنا تحكمنا، احسن ناس حكمتنا بصراحه ناس محترمه وكويسه. احنا ليه بنحاول نفسد الناس؟ ليه بتحاول تفسده؟ ما انت طول ما انت قاعد خلاص هنكلمه ازاي؟ كيف نستطيع ان نتكلم مع المسؤولين بتوعنا؟ لو انت قاعد تقول له انت بابا، طب ده الراجل لسه ما بقاش رئيس وعملت له كده، طب ما يبقى رئيس هتعمل له ايه؟ يعني على عيني وراسي يرشح نفسه او يرشح، ده هو حر فيه يعني، ويقدم لنا برنامج ويخش في مناظرات وبتاع ويبقى رئيس جمهوريه او ما يبقاش up to the Egyptians يعني. انما اذا كان النهارده الراجل بيتقال له كده، طب ما هيبقى رئيس هتعملوا له ايه؟ يا جماعه ما ينفعش. يا جماعه انتوا ليه بتمضوا على بياض؟ يعني ليه الامضاء على بياض؟ شيك على بياض. طب ما تستنى، كل حاجه بحجمها، كل حاجه بحجمها. يعني افهم اليوم عيد سينا، التغطيه، الجيش، العظمه، العبقريه، شموخنا، موقفنا افهم بتاعك خدامك، ده انا خدام الجيش المصري، رجاله زي الفل، جدعان، كل ده فاهم دول يعني لما تيجي النهارده تقعد تعمل لي شعر، طبعا انا اقدر انسى؟ ده انا كنت مذلول كلب وسط العالم كله والناس دول رفعوا راسي. كنت ما اسويش 3 ساغ، كنا بنمشي نعيط في الشوارع، والناس دول هم اللي خلونا بني ادمين على عيننا وراسنا. عمرهم ما خدوا حاجه وعملوها وحش، عمرهم ما سرقونا، عمر ما في مسؤول في الجيش سرق حاجه. طيب على عيني وراسي. انما الراجل يعني بشويش، لو في ناس حباه وعايزاه رئيس جمهوريه ما تبوظوهوش، لانه بعد شويه احساس المسؤول. طب احنا ليه بنعمل حاجات كويسه في الدنيا؟ لان حاسين ان في ربنا. لو ما فيش ربنا وفيش احساس بان في ثواب وعقاب ما كانش هيبقى في حاجه، كانت الدنيا فسدت. لا حد بقى عنده مبادئ ولا حد بقى عنده ضمير ولا اي حاجه. ارجوكم يا جماعه الاخوه رؤساء التحرير والمسؤولين الاعلاميين اللي بيراهنوا، اللي هو حاطط كل عمره على ورقه، من حقك بس ما تبهدلنيش. انا عايز الرئيس القادم الذي ياتي اعرف اتكلم معاه، اعرف اقول له حضرتك من فضلك كده غلط، من حقي. او قولوا لي بقى انها يعني المساله مش كده، انا فاهم غلط. يعني عايز اعرف اكلمه، لان انا على ما الراجل ده يبقى رئيس جمهوريه بالطريقه بالوتيره اللي نازله النهارده، بالصوره اللي نازله في اخبار اليوم اللي 3/4 صفحه جوه. طب ده انسان يعني يدخل الى قلب الانسان بعض الاحيان. ده اذا كنت انا بتغر ساعات، انا الانسان التافه يعني لا هبقى رئيس ولا بتاع، انما حد يقول لك انت بتاع، فتحس يعني ان ايه يعني في ايه هيحصل ايه. زي احساسي دلوقتي، انا فاكر ان انا بتكلم كده وهتعدي، وهي مش هتعدي طبعا. انما للمستقبل وللبشر ولولادنا اللي جايين بعد كده، ادوا فرصه للشاب انه يبقى طبيعي، ادوا فرصه للشاب ان احنا نعرف نتكلم معاه. شاب محترم طيب من عيله كل حاجه،
هيبقى رئيس او مش هيبقى رئيس. انما ليه بيحصل ده؟ قولوا لي يا جماعه، انتوا عارفين حاجه انا مش عارفها. قول لي يا عمرو كذا كذا، وانا بكره هظبطه. بكره خلاص، وده يوم وده يوم، بس انا ماشي غلط. طب خدوا ايه؟ ده انا عندي عيال، خدوا بايدي.